بشكل عام في ظل الظروف التي تعيشها مناطقنا من محاولات أعداء المتربصين بإرادة الشعوب في أن تحيا الحرية والعدالة والمساواة إلى جانب تبعيات العقلية والذهنية السلطوية السائدة والعادات والتقاليد البالية التي تنعكس بدورها على تطور ورقي المرأة ووعيها، والتي أبعدتها عن طبيعتها وحولتها إلى أداة لتحقيق مصالحه الشخصية وأهدافه لتغدو سلعة للبيع وآلة للإنجاب. لقد أصبحت المرأة ضحية لتلك الذهنية وتعاني التهميش وتتعرض لكافة أشكال الانتهاكات من التشهير والاغتصاب والزواج القسري وحتى القتل، التي أصبحت الوسيلة للخلاص من مقاومة المرأة تجاه العقلية التي تواجهها. ففي مواجهة كل الضغوط والعنف والعبودية التي تواجهها النساء حتى الآن، يمكن للمرأة القول بأن النضال والكفاح الذي تقوم به المرأة والمقاومة التي تبديها ضد هذه الظواهر في إقليم شمال شرق سوريا قد لاقت صدى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مستلهمة في ذلك من المكتسبات التي حققتها ثورة المرأة. وأمام هذا المشهد من التطور الذي تحققه المرأة لا يخلو الأمر من التحديات والصعوبات والترهيب ومنع مشاركتها في بناء المجتمع والتعرض للقتل وتحت مسميات كثيرة، ومنها جرائم الشرف وأيضا الانتحار الذي يحمل في باطنه جريمة مخفية. ومؤخرا تم قتل امرأة في قامشلو من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، كانت تدعى نجوى محمد، والتي تم استغلالها وخداعها وتقديمها الوعود الكاذبة في ذلك. وقتل امرأة كبيرة في السن تدعى أمينة إبراهيم بهدف السرقة. نعم، تتعدد الأسباب ولكن الهدف يبقى واحد وهو قتل النساء. فقتل المرأة تعني قتل الحياة وقتل نضالها التاريخي وقتل كل الإنجازات التي حققتها. فالمرأة هي مصدر الحياة الحرة وبدون المرأة لا يمكن للمجتمع أن يكون حرا ولا الطبيعة أن تكون جميلة. وأغلب الأحيان يقوم القاتل بخداعه الماكر من تضليل العدالة ويحاول قدر الإمكان أن تكون القضية لصالحه ويخرج حرا طليقا بعد أن أزهق روحا كان من حقها أيضا أن تحيا. لذا نطالب بتحقيق العدالة وتطبيق القوانين الصارمة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء بكافة أشكاله، وأن تصدر بحقهم أقصى العقوبات. لذا ومن خلال ما سردناه عن جرائم القتل التي ارتكبت بحق النساء مؤخرا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنعلي من وتيرة نضالنا أمام الذهنية السلطوية الأبوية، متخذين فلسفة تحرير المرأة أساسا في ذلك. كما نحث كافة المؤسسات النسائية التحرك سريعا لنجعل قضية قتل النساء في واجهة كل القضايا، ولنعمل معا في الحد من قتل المزيد منهن. وإن قتل المرأة يعني قتل الحياة، لذا ندافع عن حياتنا كما نتوجه بالنداء إلى السلك القضائي بتنفيذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي جرائم قتل النساء.